فانا حصل معايا موقف حرفيا خلاني طول اليوم مش قادره وميته على نفسي من كتر الضحك. بعد ما خلصت امتحان النهارده في الكليه كنت انا وزمايلي طلعنا على الطريق وشاورنا للميكروباص عشان نركب يوصل. المهم ان الميكروباص لما وقف البنتين اللي كانوا معايا ركبوا قدام جنب السواق، وللاسف العربيه كانت كلها مليان وما كانش فيها غير مكان واحد بس كان بين 2 شباب قاعدين في الكنبه الاخير. فانا استاذنت من الاخ اللي قاعد ناحيه الجنب اليمين وقلت له من فضلك معلش يعني لو سمحت ممكن تتاخر شويه كده جنب زميلك، مش معقول يعني هقعد وسطكم انتوا الاثنين. فلقيته رد عليا بكل بجاحه كده وقال لي لا مش هتاخر، واذا كان عاجبك اركبي وسطنا ولو مش عاجبك خلاص خليكي واقف لحد ما تبقى تجيلك عربيه ثانيه واركبي فيها. وفجاه لقيت طنط اللي قاعده في الكنبه اللي ورا السواق بتقول لي تعالي يا بنت تعالي يا حبيبتي اقعدي مكاني هنا، وعدينا انا كده هقعد وسطها. فانا قلت لها لا يا طنط ما يصحش ان حضرتك تقعدي ما بينهم. فردت عليا وقالت لي ما يصحش ليه يا حبيبي دول زي بناتي برضه. واذ فجاه كل اللي في الميكروباص فضلوا يضحكوا وكانوا بيتريقوا عليه. فانا عن نفسي في الاخر احب اقول لك الله عليك يا ست الكل، والله انت عندك حق، هم فعلا زي البنات بالظبط، لان اللي هم عملوه ده اثبت لنا انهم ما يستاهلوش حتى انهم يبقوا بنات، لان البنات ارجل منهم والله.